الحلقه ديالنا اليوم تتدور على واحد العلاقه وواحد الصداقه ما بين جوج عيالات، علاقه غريبه. ولكن اللي بغيت نقول لكم، انا ديما تنقول لكم بعدوا الدراري، بعدوا الدراري، بعدوا الدراري، بعدوا الدراري. ولكن لما تنخرج الشارع وتنتلاقى بالناس غاديين مع وليداتهم، سيتو العيالات غاديين مع وليداتهم، تنسلم على تيطلبوا مني، تيسلموا عليا او تيتصوروا معايا، وانا شخص عمومي ماشي ديال راسي، وليد ديال الناس، تيسلموا عليا. لما تيسلموا عليا تيكون معاهم دراري صغار، تنقول ليه تقرا مزيان واش نجحتي، تتقول لي مو هذا متبعك، تتبع الحلقات ديالك. تنقول له يا ودي راه تنقول لكم بعدوا الدراري الصغار، بعدوا الدراري الصغار. عليا وليت ندير احتياط لما تنقول الحلقات ديالي باش في بعض الحالات ما يفهمونيش الدراري الصغار، وانتم اللي سولوكم شرحوا لهم كما بغيتوا نتوما، انا ما يفهمونيش شي حاجه اللي هي تتمس ولا شي حاجه اللي هي شويه ما خصناش نقولوها لهم، ما خصهمش يسمعوها. تعرف كيفاش ندوز انا وكيفاش نطرب عليها كما تنقولوا، كيفاش نبعد منها. انتم تفهموها هما ما يفهموها شيء. الشيء اللي عندي اليوم في هذه الحلقه هذه، هنا واحد الوقت غادي نهضر لكم على العلاقه ديال هاد جوج عائلات بالرمز بالرموز وانتم تفهموا. النبي بالاشاره. جوج عائلات معروفين، وحده امراه كبيره في العمر، امراه كان الجسد عندها غليظ بزاف، قويه، رجاليه كما تيقولوا، امراه رجاليه. وواحد البنت كانت تعرفها، كانت عندها علاقه بها، كانت جارتها قبل ما تحول ديك البنت، كانت جارتها، كانوا مجاورين وتحولت ديك البنت، ولكن بقات بيناتهم العلاقه، بقات تجي عندها تجي عندها تجي عندها ديما ديما ديما. هذيك البنت ولفات هذيك السيده وديما تجي عندها. وهذيك السيده شنو كانت العمل ديالها؟ كانت نقاشه ديال الحنه، وتمشي مع النقافات وخدامه. تعرفوا ديك العيالات تيكون نقاشات ويمشيو مع النقافات وكذا وكذا. وديك البنت كانت لاصقه فيها وكانت صاحبتها، وكانت تثبت عندها بعض المرات تبان في دارها. هذيك البنت تزوجات وبعدت منها، ولكن واحد الوقت مات لها الراجل ديالها، ولدت بنيه ومات لها راجلها. مات الراجل وخلى لها الخير ديال الله، خلى لها الدار في سكنه، خلى لها الفلوس، خلى لها واحد المعاش مزيان، خلى عندها راجل كان تالي، الا بغينا نقولوا لاباس عليه، تالي ولاباس عليه. حنا نوقفوا القصه هنايا وندخلوا في الشوط الثاني ديال القصه. واحد النهار واحد عساس في الليل، عساس في الكيران، تيقول واحد الكار، واحد الصندوق، جابوا واحد الحمال مع واحد المراه وحطوه هنا بلاصه الكيران. قالوا داك العساس كان واقف تما، قال يا ودي راه غنتسنى واحد الكار غيجي دابا وغادي يدي نمشي معاه. هذيك المراه قالت لي غنمشي غندي الصندوق غنسافر. كان الحال في الليل، السيد حط الصندوق تما، صندوق كبير حطوه، وبقات ديك المراه واقفه حداه. خلصات هذاك الحمال اللي جا دا مشى في حالته، بقات تهضر شويه مع العساس، تهضر. العساس تيمشي تيدور في المحطه، تيمشي هنا وهنا. واحد الوقت العساس تيلاحظ بان الصندوق بقى في عين المكان والمراه ما كايناش. قال ربما مشات هنا ولا هنا، ولا مشات شي بلاصه قريبه ولا كذا، ولكن المراه ديسباريو، ما عرفاش فين مشات. السيد مشى الليل وبدا الليل وجا الليل، والسيد تيأس تما لانه هو تيجي مع المغرب تيبقى حتى الصباح. تيدوزو البوليس تيقول ما ودي واحد السيده خلات واحد الصندوق هنا تتسنى واحد الكار ما رجعش ليه. حسب التصريح ديالو في المحضر ديالو، هو تيقول بانه جاو البوليس الاولين دازو الناس ديال الهيئه الحضاريه، قال واحد الصندوق خلات واحد المراه، قال لي ربما مشات شي بلاصه، شوف الا ما رجعتش تمام تاكدتي منه عيط علينا. دازو الكبوس مره اخرى، قال لي قالوا له واش باقي ما جاتش؟ قال سيدي باقا ما جاتش، باقا ما جاتش. الصباح داك السيد بقى واحد مع الصندوق، عيط للبوليس من جديد، قال لي ما ودي اش كاين داك السيد ما جاتش، والصندوق انا لقيت واحد فيه هنا، الله يرحمك ما نديروا شي حل. جاو البوليس عيد المكان، شافوا داك الصندوق تلقاو بانه ثقيل، صندوق ثقيل. هنا عيطوا الشرطه القضائيه باش يشوفوا الصندوق شنو فيه الداخل. الشرطه القضائيه تلقاو فيه مراه بنت ومعها بنيه صغيره وبجوج مقتولين، وحتى الرؤوس ديالهم فارقين عن الجسد، الراس فوق الجسد. بداو العساس تيسولوه كي داير هاد المراه، كي داير هاد الحمال، كي داير هذا، تيسولوا فيه. الحمال تيقول سيدي واحد المراه غليظه محنيه يديها هاكي دايره وكي ما تعرفها شيء. الحمال انا ما رديتش البال، جا هنايا جايب عنده واحد الموتور، الصندوق هنايا وزادوا فحالهم، المدينه راه كبيره، انا ما عرفتش شكون هو. هنا مسكين الحمال، هنا مسكين العساس، لابد ما تيبقى تحت مساعده شكون، عاود تقول خبر، عاود تاكد، عاود تعرفوا ذاك البحث كيفاش تيكون. ولكن لما مشاو شافوا، دخلت الشرطه العلميه اللي كانت ديك الساعه تشخيص قضائي، تيشوفوا البصمات،
تلقاو عرفوا مولاتهم، عرفوا ديك البنت، عرفوها يمكن لاكارت ناسيونال ديالها، عرفوها وعرفوا السكن ديالها، مشاو السكن ديالها تلقاو السكن ديالها مسدود. الجيران نعتوا مع عائلتها فين ساكنين، مشاو عند عائلتها، جات العائله قالوا لهم اودي هذه بنتنا وهذه بنتها، وراهم جوجتها، وحنا الله اعلم ما عرفناش شكون اللي قتلها، ولكن بنتها تعيش مع بنتها بوحدها وعندها واحد خدامه عايشه معها، ولكن شكون اللي دار لها هذا الشيء الله اعلم، ما تعرفوش، ما عندها عداوه، ما مخاصمه، ما تيسالوها فلوس، ما تتسال فلوس، مرض ديالها لاباس عليها ما خاصها التاخير، حتى نجيو نشوفوها ونطلعوا عليها ونمشيو، وريونا الخدامه. مشاو جابوا الخدامه ديالهم، مشاو جابوا الخدامه، هذيك الخدامه قالت لهم ودي هي راه ما عندها فين تمشي، ما تخرج حتى شي بلاصه. لما قبل ما يموت راجلها كانت تخرج مع راجلها وتجي مع راجلها عند عائلتها، عندها واحد صاحبتها الكافه نقاشه اللي كنت قلت لكم في الاول، نقاشه صاحبتها هي اللي عندها، وقالت لي ودي السيده البارح راه قالت لي كملي الشغل ديال الدار وسدي وسيري وانا غنمشي عند صاحبتي نقاشه، ومشات عندها. السيده ديك الخدامه تقول انا ديما تمشي عند واحد النقاشه، ومشات عند النقاشه اللي تنقش الحنه، ولكن انا ما عرفاش النقاشه، انا عمري ما تصاطحت مع النقاشه وعرفتها في وجهها وداك الشيء، وانا عاد خدمت عندهم، عاد وليت خدامه، ولكن ما عرفاش شكون هذه النقاشه هذه. اذا السيده تقول بانها مشات عند النقاشه، خصنا نعرفوا شكون هي هذه النقاشه اللي مشات عندها، نقلبوا شكون صاحبتها. نرجعوا للعائله ديال البنت، العائله ديال البنت تقول هي كانت واحد النقاشه جارتها كانت ساكنه حداها، وتحولت من حداها لما تزوجات، ولكن بقات علاقه بها. مشاو عند ديك النقاشه، مشاو عندها، دخلوا عندها، تعرفوا النقاشات برد الحنه تيجوا عند العيالات وداك الشيء وهذا وهذا، سولوها تيقولوا لها السيده جات عندك البارح، قالت لهم ما جاتش عندي البارح، قالوا ديما تجي عندك، قالت لهم ما بقاش تجي عندي، من نهار تزوجات ما بقاش تجي عندي. كيفاش؟ تماما، قال تماما ما بقاش تجي عندي. هنا ولات مواجهه مع العائله ديال الضحيه، العائله ديال الضحيه تقول لك لا تمشي عندها، ديما جالسه معاها، ديما جالسه معاها، وديما هذه وديما هذه وديما هذه، هي تقول لا انا من تزوجات ما جاتش عندي. هنا دازوا الناس للجيران، بقاو تيسولوا الجيران اللي حداها، لقاو جارات تيقولوا لا تدوز عندها، ديما تنشوفها داخله خارجه عندها، كانت عندها هاد الايام، ولا علاش كذبات؟ هذاك الكذوب ديالها جعل باش تقلب الدار، يتقلبوا الدار كامله، ربما هاد السيده دات لها شي فلوس ديالها او داب ديالها او شي حاجه داتها ليها او شي، بقاو تيقلبوا الدار. لما بداو تيقلبوا الدار وما لقاو في واحد البيت واحد الزريبيه عليها اثار ديال الدم، وواحد الزربيه كبيره مصبنه ومحطوطه في واحد القنت، وشي حوايج كبار مصبنين، الطاوات ديال السداده وداك الشيء مصبنين. قال له واش هذا الشيء عندك شي خدامه تتصبن لك؟ قالت لهم لا، صبنتو غير راسي هادشي توسخ وصبنتو. بقاو تيقلبوا تيشوفوا اثار باقي ديال الدم، رغم ان السيده نظفات داك المحل نظفاتو، ولكن لقاو اثار ديال الدم. ما لقات السيده كيفاش تجاوب، بقاو تيقلبوا في الحلي ديالها وفي الذهب ديالها، لقاو عندها شي حيلي وشي ذهب، عرضوا على العائله ديال الضحيه، قال لهم شوفوا لي كون شي ذهب هادو ديال بنتكم، تعرفوا على واحد الدبليج وعلى واحد الخاتم وواحد الساعه، تيقولوا هذه ديال بنتنا، هذه ديال بنتنا. في الاول قالت لهم لا ديالي، وفي الاخر قالت لهم لا خلاتهم عندي. فوقاش خلاتهم عندك؟ من جات عندي فوقاش جات عندك البارح ولا البارح؟ علاش نكرتي؟ علاش نكرتي؟ هنا السيده عمقوا معها البحث، عمقوها البحث وهي تعترف بان هي اللي قتلتها، ولكن علاش قتلتها؟ هاد السيده تزوجت راجل غني، وتزوجت راجل عنده فلوس، وهي كانت مصاحبه مع هاد السيده، مصاحبه معها حتى قبل ما تتزوج، كانت جارتها وتصاحبت معها، بقات مصاحبه معها وهي مزوجه، وبقات مصاحبه معها لما مات راجلها وترملات. وعلاش قتلت السيده؟ ما مشاتش هي الفيلا ديالها باش سرقت لها الذهب ولا شي حاجه، واش هي قتلتها على داك الدبيليج ولا خويتها من ديك المكنه ديالها؟ لا، ما كما تنقول اتاكوها بحجج دامغه، وما لقات كي دير، ما لقات الا تعترف. شنو قالت في الاعتراف ديالها؟ هاد السيده علاش قتلت؟ قالت لهم كانت صاحبتي من صغرها وانا مصاحبه معها، من صغرها وانا مصاحبه معها، والصحبه ديالها هي اللي ما خلاتنيش انا نتزوج، ما خلاتنيش نتزوج. كيفاش ما خلاتكش تتزوجي؟ والو، انا كنت دايره فيها كل شيء، كنت دايره فيها خويا وعمي وصاحبتي وراجلي وكل شيء دايره فيها فهاد السيده هذه. ايوا، والمهم انا لما تزوجات انا بقى فيه الحال مشات عليا، وبقيت شاده فيها، ديما تنقول تجي عندي تجي عندي، تنقول انا بلا بك ما بقيتش نعيش، خصك تجي عندي خصك تجي عندي. وتتقول لما طلقت، لما ترملات وماتت، مات راجلها، رجعنا الصداقه اللي كانت بيناتنا يوم خصها تطلع عليا، الا غابت نهار ما تغيبش النهار الاخر.
حتى علاش هاد الصداقه بيناتكم حتى لهاد الحد؟ قالت لهم حنا هكا دايرين، انا وياها راه ما فرقنا غير الموت. وعلاش قتلتيها؟ انا قتلتها لانه سمعتها بغات تتزوج، عاوتاني بغات تتزوج، سمعتها بغات تتزوج وقلت لها داك السيد غيدير لك فلوسك وغادي يعريك ويديك فلوس اللي خلى المرحوم راجلك وكذا، ونهيتها وهضرت معاها وحدرتها، قلت لها عندك ديريها ودرتها وقالت لي شوف انا غنتزوج ما تقول لي والو. والسيد جابتو حتى لعندي وسلم علينا ومشى وقالت لي غنديرو الكاريط وداك الشيء. عاوتاني بغاتني تخليني بوحدي وانا نقتلها. شنو العلاقه اللي ما بين هاد السيده هادي اللي جات تقتلها؟ واش مرات صاحبت مع مرا قالت لها بغيت نتزوج؟ قالت لها لا. مرات صاحبت مع مرا قالت لهم انا فيها امي وفيها بابا وما نبقاش نتفارق معاها. ومن غتفرق هي من غتتزوج راه غتبقى صاحبتك كيما كانت قبل من كانت مزوجه وكانت تجي عندك. لا قالت لي ما غيبقاوش هنا في هذه المدينه، ما غتبقاش هنايا في هذه المدينه. صافي ولا قتلتها. علاقه بين جوج هاد العيالات هادو. وهنا غنرجع نقول لكم انا ما تنبغيش الدراري يتفرجوا كيما جميع المؤثرين او عندهم قنوات اللي الناس يعرفوا شويه تيفهموا، تيقولوا الدراري خليهم جانبا، الدراري خليهم جانبا ما تفرجوهم شيء. ولكن هاد القصه هادي غيفهموها الاطفال، صاحبتها وعزيزه عليها وغتزوج بغات تبعد منها وغتمشي لمدينه اخرى وما سخاتش بها وقتلاتها. غيجي غريب هاد الهضره هادي، ولكن نتوما غتفهموا العلاقه اللي كانت بيناتهم كانت علاقه عميقه وكانت علاقه خبيثه. وتيقول السي بن حسون الشريف عميد الشرطه تيقول في اعاده تمثيل الجريمه حسب ما وصلني من ابنه هو المسطره، تيقول بحثوا معاه قالوا لها في اعاده تمثيل الجريمه كيفاش درتي لها؟ كيفاش درتي لها؟ حتى قتلتيها. تتقول بان عيطات عليها قالت لها شوفي دابا انت غتمشي وغتزوجي وغديري وغتمشي مع الرجال وكذا وكذا وهذا وهذا، ولكن انا بغيتك لواحد القضيه مهمه غادا تجي عندي، ولكن شوفي ما تقول حد كي غتجي عندي، جي عندي بوحدك، لا الدار لا كذا لا كذا، سلتي واجي عندي راني باغياك. ديك السيده داكشي اللي دارت تتصل في التليفون ديالها جات عندها قالت لها خبرتي شحال؟ قالت لها لا. قالت لها انا بغيت ندير لك واحد النقص اللي غتمشي بعد راجلك ما درتو حتى شي وحده، حتى شي وحده بدات لها هذا النقص، غنصاوبوا لك نقص فيه الرباطي وفيه الفارسي وفيه الخليجي وغنقادو لك الحق وطريقه. وانا اليوم هذا النهار خليته لك مستعد لك، انا وجدت الحنه، انا وجدت كذا، انا وجدت كذا، اعطيني يدك ورجليك. حيدت السيده تيقول جلابتها وبنيتها الصغيره جالسه حداها، تمشي للكوزينه وترجع، تقول مشات المره الاولى ورجعت، مشات المره الثانيه ورجعت، وخدامه ودايره المسجله، خدامه الصوت ديال المسجله باش يكتم الصوت، عارفه بان غيوقع شي صياح ولا شي حاجه. وواحد الوقت غفلتها بواحد الشاقور وهي تضربها راسها من اللور، ضربتها راسها. هاد ضربه الشاقور هي اللي لقى الطبيب الشرعي تيقول بان المعنيه بالامر مقتوله وعندها ضربه قاتله في الراس، ضربتها من اللور بالشاقور. ولكن ما وقفاتش غنتحدث ويا صحيحه، ضربت المراه وضربت البنت الصغيره، البنت الصغيره جالسه ملاهيه في اللعب تلعب هي بالحنه، ضربت المراه وضربت هذا. هما ترماو بجوج طاحوا وكملت عليهم تتاكدت منهم وبدات باش تهنى منهم تماما، وما تقولش بان غير دوخاتهم الضربه، بقات تضربهم على العناق ديالهم وقطعت لهم رؤوسهم. ومشات خداتهم تما ومشات عند واحد السيد تيبيع صنادق، وتتعرفوا دوك الصنادق اللي كانوا بكري راه ما كانوش الماريوات عند الناس اللي بكري العقاد اللي تيعرفوا، كانش الماريو واقف في الدولاب واقف هكا، كانوا عندهم غير صنادق. انا في صغري تنعقل كان عندنا صندوق في الدار، كانوا فيهم ذاك الزواق البلدي، داك الزواق البلدي تزوقت هي اللي كانت فيهم، وكانت تتحرك من الفوق، وكانوا والدين تيستفوا في حويجات ديالنا كاملين ديالهم وديالنا، وكان صندوق ديال الوالد تيستفوا فيه. ما كانش الماريو، من بعد شفنا الماريو بدا يدخل الماريو بالمغرب وداك الشيء وهذا كان الماريو تقريبا كان عند النصارى، كان الماريو عند دوك الناس لاباس عليهم، ولكن العاديين والشعب الناس ديال الشعب كان عندهم دوك الصنادق بكري كانت يديروهم. هي مشات وكانت دوك الصنادق، كان واحد المصنع تيقول السي محسون في المسطره ديالو الله يرحمه تيقول كان واحد المصنع معروف تما في مراكش وتيبيع بزاف اللي كانوا تيبيعوهم باقي تيبيعوهم حتى دابا، تيديروا دابا الزينه والديكور وكذا وكذا. تيقول مشات عند داك الراجل تيبيع صنادق وخدات اكبر صندوق اللي لقات عنده وداه واحد الحمال، وتيقول بانه الحمال داه لها الدار، وتيقول باش يتاكد السي بن حسون تيتاكد مشات يقلب حتى لقاو مول الصندوق اللي تيبيع صنادق، ومول الصنادق اكد لهم تيقول جات واحد المراه هنا وهذيك ما تعرفها نقاشه وجات داتو هي واحد الحمال فلان، وهذاك الحمال عندنا هنا في السوق، وعيطوا لذاك الحمال وجا الحمال وقال زدت لها الصندوق تديتو لها للدار. ولكن الحمال الثاني ما عرفاتوش وما لقاوش، قال لك داك اللي هز من الدار هز المحطه ما عرفاتوش شكون، ما قالتش قالت لك ما عرفتوش، انا تلاقيت بك جيت هز لي شي سلعه غنديها. واش هو ساق الخبر في المدينه وخبر؟ يعلم الله، هو اللي بقى خارج من المسطره.
ولكن الحمل الاول اللي الصندوق ديال الدار لقاو بهاد الحجاج باش قضاو عليها بان كاين الصندوق ديالك، ها الحمل اللي جابوا ها من عند من شريتيه ها فين ديتي حطيتيه، لان حتى الاساس اللي في المحطه قال لهم هي هذه اللي ما عرضوها عليه، هي اللي جابت الصندوق ومشات. وهنا فين صارحتهم وقالت لهم القضيه واقفه، ما سرقت لها ما ديت لها غير داكشي اللي كان في يديها حطيته، ما تهمنيش انا عندي الذهب بزاف ها هو وتنخدم به وتندير به، ولكن الصداقه اللي بيني وبينها ما نبقاش نفرقها وما نبقاش نفرق معها، وتاكد لي بان زواجها من غتمشي غتزوج مدينه اخرى ما غترجعش ليا. شوف هذوك العلاقات فين تيوصلوا. نتمنى من تكونوا فهمتوني. العلاقات ما بين جوج ديال العيالات كما قلت لكم تكون علاقات ما بين جوج رجال بهذه الطريقه هذه، فين ادى بها الحال وكتمشي تقلب على شي صديقه اخرى وتصاحب معها وتصادق معها براسهم، ولكن هذيك مرحمه البنيه الصغيره اللي كانت معها حيدتهم بجوج. خط عوجه وصلتها الاعدام ودوروها في المدينه كما تيقول السي حسون في ذاك الوقت، دوروها في مراكش باش يشوفوها الناس. بكري كانوا من تيبغيو يديو واحد يديروا بيت اعاده تمثيل الجريمه كانوا تيدوروه تيشوفوه الناس بزاف في المدينه. حتى دابا كانت اعاده تمثيل الجريمه كاينه دابا، وحتى هذيك راه نوع من الشوهه، نوع ديال التشويه ونوع باش يعطيو درس لواحد اخر لما تيجيبوه يقولوا ولي كي درتي واخا هي الان في القانون غير قانونيه ديك اعاده تمثيل الجريمه. وهذه الكلمه غادا تنوجه لضباط الشرطه القضائيه ديال الدرك والبوليس بان اعاده تمثيل الجريمه باش تمشي مع اعاده تمثيل الجريمه راه غير قانونيه، ولكن تدار هي خصها دار بواحد النقط اللي باش قضيه التحقيق وكل ما يكون على قناعه بحال يقول لك يلاه وريوني بالضبط فين كيفاش دار، وريوني تيبغي هو يكون متفق يوريو. اما دابا تنلاحظوا بان بعض المرات تيديروا الاخوان، ولكن هي الناس تشوف مزيان بواحد الناحيه، الناس تيشوفوا ذاك المجرم تيتشوه بواحد الناحيه، الناس تاخذوا عبار تاخذوا دروس، الشباب تيشوفوا ديك التشويه كتفنوا غاديين بيتهم ما تاخذوا دروس راه نافعه. وشوفوها في مراكش وداروا بها ومشات وتحكمت بمؤبد ذاك الوقت. شي تيقول تحكمت مؤبد، شي تيقول تحكمت بالاعدام، حسب ما تندير التليفون بعض الاخوان تقول لا تحكمت بالاعدام مؤبد ذاك الوقت. الله يرحم السي بن حسون الشريف اللي هو صاحب هذه المسطره واللي بحث فيها واللي وصل لها، اللي كان عميد الشرطه القضائيه في مراكش تعرفوا الناس القدام، وكان الله يرحمه راجل من دوك الشرطيين دوك لي بيجيست اللي كانوا في مراكش في ذاك الوقت في وقت الجريمه هذه، هو اللي وقف عليها، هو اللي وقف على الجريمه، هو اللي وصل حتى للجانيه، وخلى هذه القصه مسطرتها لولده اللي صديق ديالي واللي عاودها لي ولده كما خلاها ليه باه. وهنا تنقول كاين بعض الناس، كاين بعض الشرطيين من الولد ديالهم تيخليو ولادهم، والواحد يكون بوليسي ولا جدارمي ولا قاضي ولا كذا خصو واحد النهار يدير ما يعاود لولادو، يدير ديك العمل اللي دار زوين ويعاود لولادو، يعاود قصته لولادو كيفاش دار، تيكبر في عين ولادو، تيخليهم موروث كما خلى سيدي التبع الولد ديالو اللي هو انا صديق ديالي واللي كنت معاه غير البارح، وخلى لي واحد الولد كبير على القصص ديالو واش دار في حياته اللي كنت نشرت منهم واحد العدد، وان شاء الله يجيب الله يطول العمر نعاودوا ننشرهم. الله يرحم هاد الناس بجوج. نتمنى من الله هذه الرساله توصل لكم، هذه الحلقه تعجبكم، ولكن غنقول لكم واحد القضيه دابا، واحد القضيه جميله بزاف. تعرفوا بانه الملحون الان طلب الملحون راه دخل في اليونسكو ولا معترف به باليونسكو، هذه واحد شهرين 3 شهور، والناس الملحون الحمد لله باقيين عندنا في المغرب، غير خصنا حنا مثلا عاوتاني ندوروا جنازه الملحون ونشوفوا شويه الملحون، نهضروا شويه على الملحون ونهضروا على الطرب الاندلسي. هنا تلقى ما كاينش شي قناه اللي انا قلتها حتى السي رشيد الحكيم، غنقول لكم شكون هو السي رشيد الحكيم، كاين شي قنوات، قناه ديال الملحون وقناه ديال الاندلسي تهضر على الملحون وتاريخ الملحون، ومره يدوزوا فيها طرب الملحون واغاني الملحون، يدوزوا يعرفوا مع الشرطه الملحون وكذا. انا تنطلب من الله شي واحد يتقدم بهذه المبادره هذه ونشر هذا التراث، هذا الكنز اللي عندنا في المغرب اللي هو الملحون. بكري كنا تنسمعوا في الاذاعه بزاف، سيرتو مع 4 5 تنسمعوا في الراديو، ولا عقلتوا ما بقيناش تنسمعوا هذا الشيء بزاف في الراديو، لسوء الحظ ما بقيناش تنسمعوا. الاذاعه الوطنيه حتى هي شويه مكحزه لهذا الجهه للاسف. هذا السي رشيد الحكيم هو واحد الشاعر كبير، واحد الاستاذ، هو استاذ في التعليم وشاعر كبير ديال الملحون، شاعر من الكبار ديال الملحون، هو اللي حضر في مؤتمر كان في افريقيا اللي فيه تم تصنيف الملحون بانه تراث عالمي وبانه تابع لليونسكو، وعنده شعر بزاف وهو تيغني. هذا رشيد الحكيم هنا في مدينه مكناس، واتصل بي هذا الشريف هذا، وجلسنا في واحد النهار كان واحد تدشين واحد الفرقه ديال الملحون غتكون في مدينه قنيطره، واللي انا مشيت وحضرت وقلت لهم انا معكم، لانه انا ماشي مطرب ولا شي مغني، ولكن عجبني الملحون بغيت نكون مع ديك الفرقه ديال الملحون. السي رشيد الحكيم لما جا مكناس وعرفني بانني غنكون حاضر، ان قالوا لي الناس غيحضروا، حضر قال لي سي خراز انت راك عطيتي شي حاجه مزيانه الحمد لله في بلادنا، وفتحتي واحد الباب للمغاربه وعطيتي شي حاجه جديده على المغاربه السي خراز، وعجبتنا وعندك واحد الجمهور كبير وانا من الجمهور ديالك، وانا درت معك، درت لك واحد الحلقه نظمت واحد الشعر ديال الملحون ليك السي الخراز، لان كما قال لي راه عندنا في الملحون قصيده الحراز وانا غادي قصيده الخراز،
وغنجيبها لك. وجابها لي السي رشيد الحكيم اللي تنحييه من هذا المنبر هذا. وهاد القصيده هذه غادي نكتبها لكم لتحت وغتشوفوها، وغتشوفوا الكلمات ديالها والقياس ديالها، ونشكر بها السي رشيد الحكيم. وكما قال لي نشرها باش تسمعوها الناس، غنخليها لكم وغتشوفوها في الاخر ديال القصيده. شوفوها، ماشي تقول لكم حفظوها، شوفوها. والناس ديال هاد الشيء، هاد الملحون هادو حتى هما غادي يشوفوها. ونتمنى من الله يكمل العمل ديالو السي رشيد الحكيم، ويكون لها الحن ويكون لها كذا وكذا وكذا. والسلام عليكم ورحمه الله.